خلص ما لنا أخذ لك ها؟ عن نوعية قتال محددة ضمن صفوف محددة تراعي المصالح الوطنية. هذا العبارة التي كررها مرتين، والتي يقول الخبراء هنا إنها تأتي لتبرير أو لتأكيد عدم رغبة الحزب بالدخول في حرب كبرى، وهو ما لا يناسب إسرائيل. على الأقل هذا ما تثبته الوقائع الميدانية لجهة قيام إسرائيل بخرق قواعد الاشتباك وخرق السيادة، تنفيذ الغارات، الاغتيالات، طبعا استهداف المنازل، استهداف المدنيين في الآونة الأخيرة. كل ذلك كان مثار ارتياب وخوف كبير من قبل المجتمع الدولي الذي يصل مندوبوه تباعا. عدد من المندوبين والمبعوثين الدوليين يصلون، إضافة إلى بوريل الذي يصل خلال ساعات. يلتقي رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب، قائد عن فكرة ان شاء الله بتصير تكبر من مدرسة النهار. مفيش عشرة. ولو قلت لك ان احنا عايزين دنيا، لا هندفع الاول. بس صدقني الرقم معروف لازم تسمعه. برضه لا. كده هلو دونس. هاي والله كنت هزعل لما كنت الشغل قبل ما امشي. المدير يا بابا نجزع ها نمشي.